السلام عليكم ومرحبا بكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. اليوم راح نديرو مع بعض طاجين الزيتون. للوصفه هذه راح نحتاجو مغرفه كبيره تاع السمن. هنايا درنا الطاجين تاعنا فوق النار، نقصولو نذوبو السمن تاعنا. هنايا نضيف حبه بصل تكون متوسطه الحجم، قطعتها مكعبات صغيره جدا، ونبقاو نحركو في البصله تاعنا حتى تذبل، ونبداو نضيفو في باقي المكونات بالتدريج. هنايا بعد ما ذبلت البصله تاعنا راح نضيف قطعه اللحم تاعنا. سا ديبون واش تحبوا ديروا، اللحم ولا دجاج ولا فيونداشي. هنا درت انايا باللحم والفيونداشي. هنايا بعد ما ذبلت البصل مع تقليت تقلى اللحم مع البصل، هنايا ضفت الثوم، فص تاع ثوم كنت ربيته. هنايا ضفت كذلك حبه تاع زروديات كنت اسمها قطعتها، ونبقاو نحركو في المكونات تاعنا حتى يتقلى مليح الطاجين تاعنا. هنا ضفت الزيتون كنت غليته باش نتخلصوا من الملح. هنايا التوابل ضفت ملعقه، نصف ملعقه كبيره تاع توابل خاصه بالزيتون، نلقاوها عند اللي يبيع التوابل. هنايا فلفل اسود على راس المغرفه فقط. هنايا ما استعملتش انايا الملح لانه الزيتون مالح، ما مغليه يبقى فيه نسبه من الملح، لذا ايفيتيت اني نستعمل الملح، وبعدها نذوق اذا لقيته يحتاج الملح راح نضيف له. هنايا درت الدبشه قطعتها وضفتها. هنايا نخليو الطاجين تاعنا يتقلى. من بعد ما تقلى مليح هنايا مرقته بالماء يكون سخون بطبيعه الحال، وخليت الطاجين تاعنا يطيب على نار قليله حتى نتجمر وتحصلنا على هذا الطاجين اللذيذ. هذا هو الشكل النهائي تاع الطاجين تاعنا بعد ما تجمر الله وطاب. هنايا ضفت له انايا كرات الفيونداشي. اذا عجبكم الفيديو متنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. نقولكم صحه فطوركم، مع الف سلامه.